اتكلمنا عن الاستراتيجي بشكل عام، واتكلمنا عن أهميتها، وإن أنت لو نازل رايح مشوار والمشوار ده أنت مش عارف أنت رايحه ليه ولا عشان تعمل إيه ومش عارف تفاصيل عنه، فأنت المشوار ده أكيد طبعًا مش هينجح وهتلف على الفاضي وهترجع بيتك يعني هترجع بيتك من غير أي نتيجة. فعلشان كده كان بالنسبة لنا وكان مهم جدًا إن إحنا نتكلم عن الاستراتيجي ونوضّحها للناس بشكل كويس جدًا. فخلّونا بقى نخش على النقطة التانية، والنقطة التانية اللي هي إيه، إزاي نعمل استراتيجية كويسة ولطيفة وما تاخدش مننا وقت كبير جدًا، وإيه أهم الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة في الاستراتيجي بتاعتنا. فالsession المرّة دي خفيفة ومعظم الكلام اللي إحنا هنقوله يعني ممكن الناس تبقى عارفاه، بس إن شاء الله بإذن الله إحنا هنحاول هنطبّقه مع بعض، وفي الآخر كده هيبقى في تاسكاية كده نشتغل عليها سوا، وبعدين هنقعد نسمع الأسئلة بتاعتكم في الsession دي. فخلّونا كده نبدأ بسم الله يعني. أول حاجة إحنا هنا عندنا إيه هي القواعد المفروض نبقى نلتزم بيها وإحنا بنشتغل على الاستراتيجي بتاعتنا، وعلى عكس المتوقع هو في قواعد موجودة وكل حاجة، بس القواعد دي بتبقى قواعد عامة. طيب ليه القواعد العامة دي أنا ما كنتش حابب إن أنا أذكرها، رغم إن كتير جدًا من الناس يعني قالت لي لأ حاول ندّي قواعد عامة يعني نتكلم عنها، بس هي الفكرة إن الناس ممكن بتلتزم بالاستراتيجي دي كأنها template، يعني حتى كمان بتبقى عايزة template للاستراتيجي تمشي عليها. رغم إن كل business وكل مشروع بيبقى ليه حاجات مختلفة، وفي حاجات أنت مش هتعرف تبقى موجودة للمشروع بتاعك، معلومات مش هتعرف توفّرها للمشروع بتاعك، وحتى لو وفّرتها فهي مش مهمة، مش هي اللي هتفيدك. علشان كده كان مهم بالنسبة لنا جدًا إن إحنا نعرف حاجة، إن ما فيش قاعدة ثابتة للاستراتيجي اللي أنت بتبدأ بيها، بس في حاجة خطوط عريضة كده بتعرف تساعدك وتوصّلك إنك تكتشف إيه الطريق اللي المفروض تمشي عليه. فإحنا مثلًا عندنا في شوية مبادئ كده مهمة جدًا، جدًا نعملها وإحنا بنشتغل على الاستراتيجي بتاعتنا. فعندنا هنا أول حاجة هي إنها تكون قابلة أو القابلية. إحنا الاستراتيجي بتاعتنا لازم يبقى فيها حاجة إنها تكون قابلة للقياس، لازم الحاجة بتاعتنا اللي إحنا بنقرر نعملها بسبب الاستراتيجي أو الهدف بتاعنا يكون قابل للقياس. يعني فليكن مثلًا أنت عايز تقول أنا عايز الناس كلها تعرفني، أنت عايز الناس كلها تعرفني لو سِبتها كده، لكن لو أنت قُلت أنا عايز الناس كلها تعرفني وأنا هاقيس ده بناءً على إن في مثلًا إن أنا هاوصل ل1.000.000 مشاهد في خلال شهر، هنا أنت خلّيت القابلية دي وحققتها بشكل كامل. والموضوع ده هيوفّر عليك وقت كتير جدًا ومجهود. فمثلًا زي ما إحنا قُلنا هنا، عندنا هنا القابلية للقياس، وقابلية للتحقيق، ومحددة زمنيًا، زي المثال اللي إحنا لسه ضاربينه، اللي هو فكرة أنا عايز كل الناس تعرفني في خلال أو أنا عايز 1.000.000 واحد يشوفوا فيديوهاتي في خلال شهر. أنت هنا كده خلّيتها قابلة للقياس وللتحقيق لإنها ممكنة ومحددة زمنيًا. لمّا بنحقق ال3 دول بنخش للمرحلة التالتة أو المرحلة التانية. المرحلة التانية هي إيه، هي التحليل أو الSWOT analysis، وفي حاجات كتيرة أكتر من الSWOT جات جديدة، بس خلّينا هي كلّها مع بعض نفس الفكرة. الSWOT هنا فكرتها إن أنت بتشوف الbusiness بتاعك من جوّه أخباره إيه. على فكرة إحنا هنا في الSWOT دي مش بنحلل أي منافسين، إحنا هنا بنتكلم عن الbusiness بتاعنا إحنا. فمثلًا عايزين نتكلم إيه القوة اللي موجودة في الbusiness، إيه الحاجة اللي ممكن تبقى موجودة عندي ومش موجودة عند حد تاني. أو موجودة عندي وناخد بالنا من الحتّة دي، لإن إحنا ممكن نكون بنفتح business إحنا أصلًا ما عندوش نقطة قوة، وأنا عايز أخلق له نقطة قوة، فأنا مش هاقدر أخلق له سعر، مش هاقدر أخلق له جودة منتج، لإن المنتج ده ذات نفسه مثلًا هو مستورد واحد وإحنا كلّنا بنجيب منّه، لكن أنا أقدر أخلق له إيه، ممكن أقدر أخلق له options تانية. يعني في مصر الدكتور إيهاب يعني فعلًا ربنا يعني يكرمه، بيقول إن أنت لو في مصر قدّمت خدمة عُملا كويسة، وناس بتعرف ترَد على العُملا بتوعك، فأنت كده عملت ميزة تنافسية، لإن الحتّة دي مش موجودة، الناس ما بتعرفش ترُد على بعض. أنت لو بترُد بسرعة، لو بترُد بسرعة على الclient بتوعك، ده في حد ذاته نقطة قوة. طيب بعد كده هنتكلم عن الضعف. أنت هنا محتاج تعرف الbusiness بتاعك من جوّه الضعف ضع ال ال النقط الضعف بتاعته إيه أخبارها، وهل نقط الضعف دي إحنا محتاجين نداريها والّا ينفع نحوّلها لنقط قوة؟ عشان في ناس كتيرة جدًا بتبقى متخيلة إن نقط الضعف هي لازم تتحوّل نقط قوة، ده مش منطقي، لإن أنت لو حوّلت كل نقط ضعفك أو لو عندك القدرة إنك تحوّل كل نقط الضعف بتاعتك لقوة، ده هينتج عنّه إيه؟ هينتج عنّه إن مش هيبقى عندك ضعف، وده مش منطقي، ما حدش هيقدر يجيب أي حاجة. بس هي الفكرة إن أنت بتشوف إيه الأولوية بتاعتك. فمثلًا لو أنا عندي نقطة ضعف إن أنا الproduct بتاعتي بتقعد وقت طويل جدًا على ما بتخلص، أنا مثلًا باعمل حاجات handmade كروشيه مثلًا، والكروشيه ده أنا شغّال عليه بياخد منّي وقت طويل جدًا.
فأنا هاعوّض نقطة الضعف ده إزاي؟ أنا ما عنديش قدرة إن أنا أشتري مَكَن يعمل لي الكروشيه ده ويخلّصه لي بسرعة، فأنا ممكن أعوّض نقطة الضعف دي إزاي؟ إن أنا أخلّي الجودة بتاعة اللي بتطلع من وأنا باطلع الوقت ده يعني بأخّر في الوقت، ما باعالجش الوقت، بس أنا باعالج الإيه، الجودة. فإذًا أنا لو جيت مشتري باقول إيه، والله هو الproduct ده بياخد وقت كتير، بس هو جودته بتبقى كويسة جدًا، تمام؟ فده مثلًا بالنسبة لي النقاط القوة والضعف. عندنا هنا حاجة تانية الفُرَص. طيب الفُرَص دي لطيفة يعني لإن في ناس بتبقى مُدركاها وناس لأ. الفُرَص هنا إيه الحاجة أو المكان اللي ليّا فيه بالبلدي كده، إيه المكان اللي ليّا فيه لقمة عيش وأقدر إن أنا أروحها؟ فمثلًا أنا ممكن أكون باعمل حاجات handmade وموجود على الإنستجرام، بس أنا عندي فرصة إن أنا أبقى موجود على التيك توك، وعلشان الفُرَص دي نيجي لو إحنا بنحطها لنفسنا ونقسّمها لحاجات، اسأل نفسك إيه الحاجة اللي ممكن لمّا أروحها تحقق الهدف اللي هو إيه، اللي أنا كنت حاطّه في الأول، وهتحققه إزاي، وهل هي فرصة والّا لأ؟ الفرصة هنا مثلًا فليكن إحنا الفرصة دي من سنتين 3 كده أو أكتر كمان، كانت الفرصة دي كان أي business بنشتغل عليه كنا بنحط إن الفرصة بتاعته إن هو إن هو في فرصة كويسة في التيك توك، إن أنت لازم تستخدم الفيديوز والreels وتروح على التيك توك، ده كان أمر حتمي. دلوقتي أعتقد إن ما فيش أي business ما عندوش تيك توك أو حاجات زي كده. التهديدات، التهديدات دي بنحط فيها الحاجات الأساسية، يعني مثلًا هنا التهديدات دي أنا كنت باشوف ناس بيعملوها لشركات يقول لك إيه، إن التهديدات إن المجال بتاعنا مثلًا فيه شركات كتيرة، هي دي تهديدات بس تهديدات عامة، بس إحنا عايزين نحط التهديدات البسيطة علشان نعمل حسابنا عليها، يعني فليكن ده مثال، أنا بافتح مشروع بتاعي والمشروع بتاعي كل اللي معايا 50,000 جنيه، فأنا الproduct كلفتني 10 وشوية تجهيزات تانية كلفتني 10 فأصبح معايا 30,000 جنيه. هنا باقول إن التهديدات إن أنا فلوسي ممكن تخلص لو أنا ما جاليش profit يعني لو أنا ما كسبتش فلوس، ده تهديد. ممكن أقول التهديدات بتاعتي لو أنا دكتور وبانزّل حاجات تجميلية، إن التهديدات إن ممكن الpage بتاعتي تقفل بسبب إن سياسات الفيسبوك وما إلى ذلك. التهديدات إن أنا ممكن تحصل لي نسبة مرتجعات كتيرة، التهديدات إنها ممكن تحصل لي حاجات مختلفة. فكل دي تهديدات كل دي تهديدات لازم نتكلم عنها. خلاص إحنا كده خلّصنا التحليلات والأصوات وما إلى ذلك. عندنا بعد كده الخيارات، هي تحديدًا نقدر نقول عليها إن هي نفس القابلة اللي إحنا اتكلمنا عليها، قابلية التحقيق اللي هي القياس والتحقيق والمدد الزمنية، بس إحنا هنا عندنا خيارات مختلفة. فليكن مثلًا أنا عندي أنا عندي إن أنا أقدر أقيس النتايج بتاعتي بمليون مشاهدة، وأقدر أقيس النتايج بتاعتي مثلًا ب10.000 طلب. فإذا ال10.000 طلب دول هم نتجوا عن لما عملت مليون مشاهدة. هنا خليت في خيارات للقياس بتاعي، يعني أنا مش عايز أقيس النتيجة بحاجة واحدة، أنا عايز أقيسها بمدد مختلفة. فليكن مثلا أنا قلت إن أنا عايز أوصل ل 5000 أوردر في خلال 3 شهور. لازم أبقى هنا محدد زمنيا، بس أنا هعمل اختيار تاني إن ممكن ال3 شهور دول يبقوا أكتر أو أقل. فأنا معايا خش بقى في اللي بعد كده. طيب بعد كده واخر خطوه وهي المتابعه، والمتابعه بقى دي بتبقى اهم خطوه لانها الاخيره والاولى. الاخيره والاولى يعني الاخيره اللي انت بتنهي بيها كل اللي فات، والاولى عشان انت بتبدا بيها تعيد تاني كل اللي فات. فالمتابعه اللي بتبقى موجوده بتتكون من 3 حاجات، هي الملاحظه والتقييم والتعديل. الملاحظه ان انا بقول والله انا الهدف اللي انا حطيته الغير قابل للقياس والتحليلات بتاعتي لما جيت اشتغلت على ارض الواقع ما حققتش مبيعات. فانا ما حققتش مبيعات ليه؟ ده هنا ملاحظه. او لقيت الناس بتعمل كومنت الناس عاجباهم ميزه غير اللي انا كنت ذاكرها. انا زي ما احنا قلنا مثلا انا شخص بتاع كروشيه مثلا، يعني ذكرت ان انا بتاخر، الاوردر بياخد وقت طويل عكس المنافسين، بس انا بقدم كواليتي كويسه جدا. بعدين فوجئت والناس بيشتروا، ان الناس مش بيشتروا عشان الكواليتي كويسه دي، الناس بيشتروا علشان مثلا انا بعمل شكل الحاجه حلو. يبقى انا اذا لما جيت اشتغلت كسوات انا كنت عايز اركز على الناس ان الحاجه دي شكلها حلو، او ان الكواليتي كويسه. فدلوقتي انا مش هشتغل على الكواليتي كويسه، وهشتغل على اساس ان هي ايه، ان هي الجوده بتاع ان هي الشكل بتاعها حلو مش الجوده كويسه، لان الناس ما شدتهاش الجوده على قد ما شدها موضوع ان هو ايه، ان الشكل بتاعه كويس. التقييم بقى هو هنا تقييم نسبه شويه، وده
التقييم ده ليه طرق كتيره جدا، بس دلوقتي احنا هنتكلم عشان في الاستراتيجي اللي احنا هنحطها، يعني هنتكلم على حاجه واحده بس ليها علاقه بالتقييم اللي احنا شغاله. هل اللي انت صرفته من مجهود او النتيجه بتاعتك اللي انت عايز اللي خرجت، هل النتيجه دي متناسبه مع اللي انت عايزه ولا لا؟ وهل متناسبة مع خياراتك اللي انت حطيتها ولا لا؟ تاني او بمثال بسيط، احنا فاكرين لما احنا قلنا ان انا معايا 50000 جنيه، 50000 جنيه اللي كانوا مجننين دول في اول ستيشن، واتكلمنا مع بعض وقلنا ان انا صرفت 10 هنا و10 هنا فبقى 20. طيب انا دلوقتي بقى معايا 30000، انا 30000 دول محتاج ابيع بيهم 10 مثلا 5000 منتج. لو انا بعت 5000 منتج انا كده كسبان 50000. لو بعت 2500 منتج انا كده معايا ال 30000 تاني رجعوا. لو بعت 2000 منتج انا كده ال 30000 اللي معايا اللي انا دفعتهم على الاعلانات مش هيرجعوا، وهكذا. فاذا انا عندي خيارات، الخيارات بتقول ان انا لو اقل حاجه لازم ابيعها هي مبيعات مثلا 1000 منتج. انا لو بعت 1000 منتج ده معناه ان انا واقف عند نقطة صفر. اقل من 1000 منتج انا بالسالب، داخل بالسالب، انا بخسر. ازيد من 1000 منتج انا بكسب. فوق ال 1000 منتج مثلا بخيار الرابع مثلا خليته ان هو 4000 منتج، انا كده بكسب وعندي القدرة للتوسع. فهنا ده الايه الخيارات. بعد كده واخر حاجة تعديل طبعا ان احنا نبدأ نعدل في الفانل بتاعتنا ونعدل في الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها علشان نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها. خطوات انشاء استراتيجية التسويق الالكتروني بتاعنا. احنا اتكلمنا في اللي فات، ودلوقتي بقينا عايزين نعمل حاجتين. عايزين نشوف ايه الخطوات اللي المفروض بقى نعمل بيها الكلام النظري ده، وازاي اصلا الكلام النظري ده افصصه لحاجات بسيطة اجاوب عليها في التشيك ليست. مثلا تقدر اسئله احنا اسالها على نفسي او على الكلاينت بتاعي يقدر يجاوبني عن ازاي اعمل استراتيجي كويس. احنا طبعا اتكلمنا عن تحديد الاهداف وقلنا ان يبقى هدف محدد وموحد وما الى ذلك، فده بالنسبه لتحديد الاهداف. واتكلمنا كمان عن الجمهور المستهدف في المره اللي فاتت اتكلمنا عليه، والمره دي هنتكلم عليه بشكل مختلف شويه. واتكلمنا عن البلاتفورم او المنصه اللي احنا هنماركت عليها. طيب في الجمهور المستهدف اللي احنا هنا بنشتغل عليه، هنا عايز اهتم ايه اللي هي اهتماماتهم وسلوكياتهم وموجودين فين دي هي هتجاوب على المنصة او البلاتفورم اللي هم يشتغلوا عليه. لحد هنا اعتقد ان الدنيا واضحة بشكل كويس. بس في نقطة مهمة الناس ممكن ما بتبقاش عارفاها. انتوا عارفين احنا ليه مثلا بنقول احنا بنشتغل بفانل ده زي اللي هو القمع كده، بنبتدي بعدد كبير وبعدين بيفضل يتصفى لحد ما يوصل للهدف اللي انا عايزه. وعادة بيبتدي باويرنس مثلا وبينتهي مش مثلا، هو بيبتدي باويرنس وبينتهي بالاكشن اللي انا المفروض عايز اخده. ليه اصلا احنا بنعمل الموضوع ده؟ خليني اقول لكم على حاجة بسيطة. يعني دلوقتي لو انا عندي ويب سايت او اي كوميرس مثلا انا شغال عليه ببيع منتج ايا كان المنتج، انا دلوقتي عملت اعلان على اي بلاتفورم، عملت على الفيسبوك. وبعد ما عملت اعلان على الفيسبوك اكتشفت ان انا الاعلان ده فيه 10000 واحد شافوه، ومن ال10000 واحد دول في 200 واحد دخلوا على الويب سايت بتاعي، ومن الويب سايت ده من ال 200 واحد في 100 حطوا الحاجة في الكارت، وفي من ال 100 دول 50 اشتروا مثلا. يعني خطوة بتودي الخطوة، وفي كل خطوة انا بوقع شوية. تمام. تعالى بقى نحسبها بشكل مختلف. انا وصلت ل 10000 واحد، وال 10000 واحد دول مفيش حد فيهم تفاعل معايا. اذا انا عندي مشكله عندي مشكله في الفيديو، مش موضح، مش اي كول تو اكشن واضحه، مش مبين للناس البرودكت بتاعتي، مش مبين لهم اي فيتشر، مش مبين لهم فاذا انا عندي مشكله في ده. طيب لا، انا عندي ال 10000 والناس تواصلوا، بس بقى عندي مشكله تانية، ان انا لما الناس دخلوا على الويب سايت الناس كلهم اختفوا. اذا يبقى انا عندي مشكله في البيج بتاعتي في الويب سايت. يعني ممكن يبقى الويب سايت بطيء، كل ويب سايت ما بيجيبش الداتا كويس، ممكن يكون الزرار اللي الناس المفروض بتسجل منه مش موجوده. طب ده حصل والناس اضافوا الحاجه في الكارت، وبعدين جم ان هم في المفروض بيقفوا عند صفحه الدفع
ومش عارفين يدفعوا، ممكن يبقى عندي مشكله في الدفع، ممكن مشكله في السيستم اللي انا بشتغل عليه. الفانل دي فكرتها ان احنا بنعرف نفصص كده الرحله بتاعه العميل بتاعنا واقفه فين، علشان نفهم المشكله جايه منين بالظبط فنعرف نحلها. خلاص. طيب الجمهور المستهدف، احنا هنا لما نعرف اهتماماته وسلوكياته هيبقى سهل علينا ان احنا نعرف موجود فين، فسهل علينا ان احنا نختار المنصه بتاعتنا. والمنصه بتاعتنا فمثلا لو هو جمهور بيحب الفيديو فاعتقد ان احنا هنبقى انستجرام وتيك توك وما الى ذلك. لو بيحب القراءه فممكن يبقى عندنا بلوجز او المقالات بتاعتنا. او هو موجود بنسبه كبيره اوفلاين وممكن يشتري اونلاين، فساعتها انا بفكر في المعارض والمؤتمرات وما الى ايه وما الى ذلك. طيب ازاي بقى نقدر نحقق ده؟ الاول قبل ما ننقل لان ده موجود في شيت تاني، قبل ما ننقل للموضوع ده انا بالمناسبه يعني بعمل الساينس بتاعتي على كانفا فان هي الطف يعني. قبل ما ننقل على ده خلينا كده نسال الناس سؤال تاني. خلاص خلونا عموما لو في اي اسئله او حاجه انت ممكن تبعتها لنا على على الويب سايت على الويب سايت ايه ممكن تبعتها لنا على الويب سايت وكل حاجه، بس انتوا كمان تقدروا تبعتوها لنا على الجروب سواء الفيسبوك او ده، واحنا معاكم ان شاء الله باذن الله يعني. تمام اتفقنا. ال 16 سؤال دول هم التاسك بتاعنا اللي جاي، وال 16 سؤال دول هم اللي احنا هنشتغل بيهم في الفتره اللي جايه. طيب ازاي بقى؟ خلينا متفقين مع بعض ان احنا لما جينا اتكلمنا في الاول احنا قلنا ان انت ممكن يكون عندك دول 16 سؤال، من المهم جدا ان انت تبقى عندك اجاباتهم، عشان دول هم اللي هيخلوك ويساعدوك ان انت تعرف ازاي تحقق الاستراتيجي بتاعتك وتعرف انت ماشي صح ولا ماشي غلط. في البداية احنا عندنا اي مشروع بيفتح بيكون فيه مشكلة، وانا المشروع بتاعي فتحته علشان احل المشكلة دي للناس، لان لو المشكلة دي اصلا هي مش مشكلة فالناس مش هتبقى مهتمة بحلها. طيب فهنا انا بعرف المشاكل بتاعتي اللي بواجهها وازاي بحلها. فواحد انا عندي مشكلة الفئة المستهدفة، انا ببقى عايز اعرف الفئة دي ايه مشكلتها، بتشتري من نفسها مثلا، يعني بتشتري من نفسها ولا بتشتري مش بتعرف تشتري اونلاين مثلا. كلها امثال. الاسئلة اللي انا بسألها دي هي اللي بتجاوب على النقطة اللي بعد كده. طيب هل المنتج ده فيه مشاكل مثلا زي مشاكل التخزين، لما بيتشحن بيتكسر، هل المنتج لما بيقعد فترة بيبوظ مثلا لو منتج أكل، هل شكله بيتغير؟ كل المشاكل دي لازم بحطها علشان أبدأ أفكر فيها إيه الحلول بتاعتها. عندنا بعد كده هل في مشكلة في البراند أو العلامة التجارية بتاعتي؟ هل الناس ممكن ما تثقش فيا عشان أنا لسه جديد، ولا الناس بالنسبة لها الموضوع عادي؟ دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي لازم الناس تعرف تجاوبها. طيب الأهداف احنا قلنا عليها من شوية لسه، ازاي تخلي الهدف بتاعك محدد. بعد كده هنا حاجات ليها علاقة بالبرسونا، مين هم الأشخاص اللي ممكن يبقوا مرتبطين بالهدف اللي أنا عايزه ده. يعني احنا قلنا بشكل عام احنا عايز مثلا 10,000 واحد، مليون واحد يتفرجوا عليا. المليون واحد دول شكلهم عامل ازاي؟ مرتبطين بيا بأنهي شكل؟ هل هم مهتمين بالديجيتال ماركتنج؟ هل هم مش مهتمين بحاجات تانية؟ دي برضو مهم بالنسبة لنا ان احنا نعرفها. بعد كده بنبقى محتاجين نعرف هم بيفكروا وحاسين بإيه، واللي حاسين بيه ده وبيفكروا فيه ده ليه. فليكن مثلا انا لو ببيع حاجة ليها علاقة مثلا بلبس اطفال مثلا، يعني انا بقى محتاج اعرف ان دلوقتي الام اللي هتشتري لبس الطفل ده هي بتفكر في ان اللبس يبقى شكله كويس، وان هو يبقى مغطي جسم الطفل بشكل كويس، وفي نفس الوقت يكون المادة يعني القماشة نفسها كويسة جدا عشان درجة الحرارة اللي موجودة. فاللي احنا قلناه ده هيخلينا نعرف ايه البرودكت اللي انا اقدمهم له. تاني حاجة ايه هي المعلومات اللي بيحتاجوها عشان ينتقلوا من النقطة A للنقطة B. النقطة A والنقطة B دي ده مثال بيعرفنا مثلا ان النقطة A ان هما شافوا البرودكت بتاعي، النقطة B ان هما يدخلوا يكلموني يسألوني عنه. فانا هنا لازم ابقى عارف ايه المعلومة اللي محتاجينها من هنا لهنا. فمثلا يعني لو احنا بنتكلم في مجال الملابس ممكن يبقى هما محتاجين يعرفوا ان الشحن مجاني، فده هيخليهم ينتقلوا من النقطة A ان هما يشوفوك اول مرة او مش واثقين فيك للنقطة B لما يعرفوا ان الشحن مجاني. بعد كده هنا ايه اللي بيفعلوا، ايه اللي المنافسين بتاعنا بيعملوه، وايه اللي عملوه، وايه اللي هيعملوه على قد ما تقدر يعني.
المنافسين بتوعك بيعملوا ايه، وهنا اللي هي الكومباتيتور اناليسيز اللي احنا بنشتغل عليها. والكومباتيتور اناليسيز هي فكرتها لطيفه جدا، هي فكرتها ان انت بتدرس المنافس بتاعك بشكل كويس جدا جدا، علشان تعرف ايه الحاجات اللي حققت معاه نتائج وايه الحاجات اللي ما حققتش معاها نتائج. وانا عايز اقول لكم على حاجه، ان احنا مثلا لو افترضنا ان ممكن يعني يكون عندك منافس بيوقع جزء من الاودينس بتوعه بسبب مشكله بسيطه، هو مش مهتم بيها ومش راضي يركز عليها. انت ممكن تقدر تاخد المشكله دي وتخليها نقطه قوه عندك انت، علشان تبقى نقطه قوتك هي نقطه ضعف المنافس بتاعك. فكل ده بينتج من ايه؟ بينتج من ان احنا ندرس المنافسين كويس جدا جدا. مش بس كده، دراسه المنافسين ليها اشكال كتيره جدا. في دراسه للبيزنس، وفي دراسه للكونتنت كمان، انك تشوف الكونتنت بتاع المنافسين بيتكلموا بانهي تون، وبيشتغلوا بينزلوا ايه الاوقات اللي بينزلوا عليها، نوع الديزاين، وفي تفاصيل كتيره جدا هنبقى نتكلم عنها في قدام ان شاء الله. بعد كده عندنا لازم نسال نفسنا ليه الناس مش بيشتروا، او ايه الحاجه اللي مش هيشتريها الناس ومش هيشتروها ليه، وايه التحفيز اللي بيحصل لهم علشان يشتروا. وعندنا كمان ايه المخاوف اللي ممكن تحصل او تمنع الناس ان هم ياخدوا الخطوه دي. زي مثلا انا ممكن بخاف ان انا لما اشتري اونلاين ان الكواليتي متبقاش كويسه ويبقى بيضحك عليا. دي كلها مخاوف، لازم نبقى عارفين كل المخاوف عشان نعرف نجاوب عليها. بعد كده ايه الحاجه اللي بتحرك المستهلك حوالين المنتج ده؟ هل فعلا هما بيشتروه علشان هو قماشته خفيفه ولذيذه، ولا الام بتشتريه علشان شكلها كيوت؟ السؤال ده لو قسناه على حاجات كتيره جدا هنعرف نفكر احنا بنبيع ازاي. بعد كده ايه المناسبات اللي المنتج بيستخدم فيها؟ المناسبات دي بتبقى مهمة كمان للكونتنت، علشان يعرف يحط الكالندر بتاعته ويعرف انا المفروض في انهي وقت هعمل ايه في شكل المبيعات، وهل المبيعات بتاعتي هتيجي في الموسم ده هتزيد عن الطبيعي، ولا هل انا من قبلها هكون موقف مبيعات وهعمل تيزر كامبين عشان اجي وقت السيزونز ده اشتغل بشكل كبير جدا. زي مثلا بما اننا احنا داخلين على شم النسيم، خليني اقول لك ان انت لو خارج من رمضان دخلت في العيد وانت بتبيع فسيخ او رنجة، فانت كان ممكن توقف الفترة اللي فاتت وبتبدأ بس تجهز لليوم اللي خلاص بقى الناس كلها هتيجي تاكل من عندكم رنجة في شم النسيم. لحد دلوقتي احنا تقريبا خلصنا السيشن التانية من الاستراتيجي. والتاسك اللي احنا باذن الله هنديه ان انا هبعت لكم ال 15 او 16 سؤال دول، وانت تجاوب عليهم في مشروع من مشروعك انت. وعايز اقول لك ان انا مش شرط يبقى عندك مشروع او مش شرط تكون شغال على حد. لو انت عايز تعمل بيرسونال براندنج ليك انت مفيش مشكله. هبقى حابب ان انت تبعته وتبعت لي يعني تقول لي والله دي البلان اللي انا حاططها، او دي المشروع بتاعي كذا، والاستراتيجي بتاعته 1 2 3 زي ما احنا مشينا، ودي اجابات الاسئله اللي انت قلتها. بناء على ده انا ان شاء الله هرد على الناس على قد ما اقدر باذن الله، هرد عليهم واقول لهم والله البلان دي كويسه جدا والبلان دي مش كويسه جدا. اتمنى الناس اللي عندها مشاريع خاصه بيها، حتى لو بيج صغيره يعني بتعمل فيها اي حاجه، او نفسها في المستقبل تعمل مشروع معين، اتمنى ان هم يعملوا الاستراتيجي دي اللي علاقه بمشاريعهم علشان يعني نساعدهم فيها باذن الله. اتمنى ان شاء الله تبقوا سامعيني كويس. وهعيد بس تاني عشان في حد بيقول ايه اللي بتاع. احنا ال 16 سؤال دول هيبقوا الاستراتيجي اللي احنا هنشتغل عليهم في التاسك الجاي. انا هبعت تفاصيل كتير على الواتساب بعد ما نقفل باذن الله. فاتمنى تكونوا بخير وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله.